الحقيقة أنا في مجلس وزراء من أول المرات اللي حضرت فيها سمعت رأي من الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، كان بيقول إن الشعب المصري ده اتدلع كتير، إنه لازم يتخطب. ساعتها أنا كنت وزير بقالي حوالي 3 أسابيع، فقلت له معلش يا معالي الوزير خلينا نختلف مع حضرتك. الشعب المصري ما لقاش قلب حنين عليه، الشعب المصري وبالذات الفقير فيه ما لقاش حد حاسس بيه. دلوقتي ده اللي احنا ابتدينا نشوفه. انا كنت فاكر ان سياده الفريق هيغير رايه، طلع انه وقف زيادات المعاشات ال 3.2 مليار اللي كانت رايحه لاصحاب المعاشات، طلع انه وقف السلع الاضافيه اللي احنا كنا هننزلها مع بطاقه التموين للمستحقين لدعم بلدنا. طلع ان دلوقتي بقت مخابز اللي ارتكبت مخالفات جسيمه بالتعدي على حملات مفتشين التموين او بالتلبس بسرقه الدقيق وبيعوا بالسوق السوداء اتفتحت. هل دي المرحله الجديده اللي احنا بنعيشها؟